الدولية كما نشاهد، عنده خبرة في إدارة المباريات الدولية على مدى 6 سنوات. إدميلسون جونيور، عاصم مديبو، لويس مارتن، ناكاجيما، علي حسن عفيف المعز في الفريق الإيراني. أمامك واحد من أبطال آسيا، الجشمي، اللاعب الدولي المونديالي واللي شاهدناه حتى في كأس الأمم الآسيوية. مع تكون الأفضلية لك بالحصول على المركزين، مثلا يا المركز الأول أو المركز الثاني. بي إن سبورت كان يحدثني زميلي العزيز طيب الذكر ابو يوسف، شيخ المعلقين العرب خالد يوسف الحربان، لانه هو حضر الحقيقه. شخصيا ما اتيحت لي فرصه ان اتواجد في هذا الملعب ازادي، لكن حدثني ابو يوسف عن ازادي وعن تعليقه في ازادي، وكان يقول لي انا علقت واقفا. يقول لي اول مره في حياتي يعني، وهذا وضع غير طبيعي بصراحه، ان المعلق يا معشر احنا معشر المعلقين تعودنا يعني سواء لما تكون في الملعب او من كابينه التعليق تعلق جالسا. بعض الاحيان تقف اوكي، لكن ان تعلق طوال المباراه واقفا، اعتقد ان ابو يوسف عانى من الوقوف كثيرا. لكن اعتقد الوضع تغير الان. هذا الكلام في السبعينات مثلا صولات وجولات المنتخب الكويتي هنا في هذا الملعب. اعتقد الوضع تغير الان في الملعب الشهير، بل يعتبر من اشهر الملاعب في القاره الاسيويه ازادي. علي حسن عفيف، كرة إلى رمية تماس. هنا لاعب الاستقلال الإيراني فرشاد باغهيري، تصل إلى تحيل 34 دقيقة 34 دقيقة. مهدي بن عطية لاعب كبير مع أندية كبيرة بحجم يوفنتوس، بحجم بايرن ميونخ، بحجم روما، اللاعب الدولي المغربي الكبير اللي سجل هدف من الاهداف الثلاثه في المباراه الاولى. بالمناسبه هو اول واللقاء الوحيد اللي جمع الفريقين التحيل والاستقلال، اللي كان في الدوحه بالضبط كان يوم 5 مارس، وكانت النتيجه 3-0، نتيجه ممتازه جدا. 3-0 يعني ما تلقى اي هدف، لذلك الافضليه حتى من ناحيه الاهداف لفريق تحيل على الفريق الايراني. بن عطيه، يوسف العربي، علي حسن عفيف، كل الاهداف في الشوط الثاني، وكل اللاعبين حاضرين في هذه المباراه، لكن لا اهداف. اتمنى ان يوفق فريق نادي تحيل اولا في صد الكره الخطيره لفريق الاستقلال، ان لعبت ووصلت بالتالي الى ضربه مرمى لمصلحه تحيل. دائما يعني انت اذا تامن نفسك الجوله الاولى الثانيه، والله 3 في الاولى ايش زينك، 3 في الثانيه 6 نقاط. ورا واقفا اعتقد ان ابو يوسف عانى من الوقوف كثيرا، لكن اعتقد 34 دقيقه. مهدي بن عطيه بالضبط كان يوم 5 مارس، وكانت النتيجه 3-0، نتيجه ممتازه جد. مرة أخرى إلى حلوة النقلة جميلة واللعبة عالية في صد الكرة الخطيرة لفريق الاستقلال، ان لعبت ووصلت. الجولة الثالثة تأتي تأخذ بعد 3 شيء ممتاز، تكون القريب يعني، لذلك من الممكن جدا يسجل الهدف الأول. مثلا هنا يوسف العربي يتقدم، الياباني ماخذ له مكان، كرة للدفاع هي الهجوم، أنت تحاول أن تلعب في هذا المكان، تحرز، تصنع، تسجل خارج دائرة المنافسة. وصلت الوصول إلى الدور ربع نهائي مباراة بورسافالس نتذكرها، التسديدة أمام مرمى لمصلحة الاستقلال. مشاهدين خلف الشاشة الوقت المثالي بعد طبعا صلاة العشاء وبعد ذلك التراويح với anh em một website rất uy tín, đó chính là fp88vn.com. Hiện tại đang có chương trình سالفيس يحاول انه هو يتقدم، كرة في غاية الخطورة، اصبحت اخطر الان. اللاعب الايراني اتمنى لا تحدث اصابة. تحيل يعاني اكيد سلطان البريك. عربي
كرة إدميلسون جونيور يحاول أن يتلاعب اللاعب الإيراني ينقلها، وبالتالي أكيد الوالد والولد يدعون الآن للولد اللي يلعب في الفرصة الأخيرة. ربما المعز علي الإيراني والقطري بلا أهداف. سيداتي آنستي سادتي أيها المهاجم يحاول أن يسجل هدف. إذا أحداث الشوط الثاني من المؤكد أنها ستختلف من خلال الشوط. صلاة الفجر طبعا الجسم فاقد كل شيء، شيء طبيعي اكيد ياثر. نادي استقلال يعني ممكن في اي لحظه يفاجئك بهدف وصعب تسجل عليه. انت تتكلم في هالحاله يجب انك انت طريقة حيل والإيراني الاستقلال بتعادل الفريقين بلا أهداف. هذه النتيجة الهلال السعودي الذي سوف يلاقي العين الإماراتي لاحقا عند الساعة 10 بتوقيت مكة من المنافسة، لكن أمامنا 45 دقيقة قادمة صعبة راح تكون إلى دور 16 من خلال هذه المباراة في حالة الفوز وأن يصل حيل إلى السعودي. المباراة في الدوحة عند الساعة 9:45 دقيقة في هذا الشوط اللي أتوقع أن يكون واعتقد راح يكون مثير للغاية. السقوط أمامك يعني نزل مع بداية الشوط الثاني تحيل بنفس التشكيلة اللي لعب فيها الجهة اليمنى، وصلت إلى بسام الراوي ينقلها ولكن قصيرة متر 92 سنتيمتر. الحارس الدولي الإيراني شل كرة يوسف العربي ويشيل الآن ذلك أيضا في إيران، لأن الأهداف الثلاثة كلها أتت في الشوط الثاني. والشوط الأول ماديبو تحيل يتبادل الكرات، الباص اخويا بعض الأوقات يتألق في أزادي، لكن لدينا محاولة الفريق الإيراني. مهدي بن عطية بالآلاف في ملعب أزادي بكرة خطيرة جدا أمام المرمى تنحط في الجول. جول الفريق الإيراني يسجل الهدف الأول. الاستقلال يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 8 على الشوط الثاني. الاستقلال يسجل الهدف الأول من الضربة الركنية استفاد منها فريق نادي الاستقلال، وبالتالي الدقيقة 10 يبدأ ردة الفعل ويوسف العربي والتسديدة في الجول. جول الرد أتى سريعا تحيل والرد السريع والكرة مباشرة هي أول شيء كانت عند يوسف العربي، خرج حارس المرمى. المتابعة كانت من لاعب متألق اليوم إدميلسون جونيور، وبالتالي يسجل الهدف الأول. وردة الفعل السريعة الإيرانيين ما سعدوا، ما دامت الفرحة طويلا، لأن بعد ثواني مع موضوع على ما هو عليه. كان هذا المدرب سعيد جدا قبل قليل، ولكن بعد أن تلقى جونيور في الشوط الأول والشوط الثاني اللي يتابع الكرة قبل قليل وسجل هدف الأول. أتينا بالتعادل، نبحث عن الجول الثاني، عندنا إمكانيات، كل الإمكانيات لفعل ذلك. كل شيء جائز أن يحدث، قد يحدث من ريان من السلية لا أعلم. على العموم ماديبو يرتكب خطأ مباشرة الفريق الإيراني. صعب المباراة راح تكون في دقائق. العزيز أنت يا شمعة أملنا، يعني يومك الأيام السعيدة بين طرفين مباراة النهائية على كأس أمير دولة قطر. تحيل والسد للدولي ضربة ركنية، ومن الضربة الركنية سجل الفريق الإيراني إلا مثلا روي فارية. نستثني مدرب كبير قدير لا شك في ذلك، ربما يكون الموسم الهاجم. والاثنين السمر الأفارقة في الفريق الإيراني يتقدمون، وفي لاعب مرر إلى العربي سيطر على حلوة اللعبة إلى اليابان. الكرة أقرب الآن، أقرب لمرمى السيد حسيني، وبالتالي يعني ممكن من قادر على أن ينشر الابتسامة على مشجعي تحيل. هو بسام على ممكن على يسار حارس المرمى قادر الحقيقة الراوي. بسام قادر الله ناكاجيما يتقدم الآن على تنفيذ الضربة الركنية.
العرضية اللعبة حلوة. لاحظ انطلاقة الياباني، انطلق الياباني ولكن الكرة سريعة جدا يخرج فريقه. وصلت الكرة الاستقلال يهاجم وخطورته واضحة، ألا يخسر تحيل يحافظ على حظوظه أكثر وأكثر، ألا يتلقى خسارة. مباراة 10 مساء، وننتظر أيضا في الجولة الأخيرة لمعرفة كل شيء. مباراة حتى لو أتى الهدف الثاني لكن تبقى المباراة في الملعب. وصلت الاستقلال مرة أخرى، تألق المعز علي بكرة وصلت إلى ناكاجيما في الجهة الهجومي عليه. المعز علي يستقبل، ومرة أخرى يوسف العربي يتقدم. الحرجة اللي لا يمكن تعويض هدف، أن تتلقى هدف قد لا يمكن تعويضه، لذلك عمل الكبير. لا زال الخطر حاضرا لأن الكرة في غاية الخطورة. أصبح 12 في حالة فوز الهلال على العين وتعادل تحيل. هنا بدل الضاع يشرك أيضا لاعب مدافع اللي هو مراد ناجي. الوقت الأصلي انتهى. إذا سارت مباريات المجموعة الثالثة.